أسهل كيكة ممكن تعملوها في حياتكم، كيكة الرواني أو كيكة الزبادي أو كيكة البسبوسة. مش المهم المسمى، المهم النتيجة، والنتيجة تحفة، خفيفة وجميلة والطعم لذيذ. ووعدكم ان انتوا المقادير مظبوطة 100%. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم وما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نشوفوا الحلويات دي هنعملها ازاي مع بعض ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعمل الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين الا ربع مية. تمام، ارفعهم على النار، واول ما يدوبوا ويغلوا هعصر عليهم نص ليمونة او ليمونة صغيرة كاملة. تمام، وبعد ما تغلي واعصر الليمونة هنسيبها بتاع 4 ل 5 دقايق يغلوا، وبعد كده هحط عليها ذرة فانيليا زي ما انتوا شايفين بعد ما اطفي عليها النار واقلب واسيبها على جنب. نعمل الكيكة بتاعتنا. كوباية سكر، الكوباية اللي هعاير بيها من الاول للاخر هي كوباية سكر، 3 بيضات، فانيليا، واديهم ضربة كويسة قوي في الخلاط لحد ما لونهم يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اضيف كوباية زبادي او كوباية لبن رايب. كنت المفروض اضيف نص كوباية زيت بس نسيت فضفتها في الاخر بعد ما صبيت المكونات اللي في الخلاط. اضيف عليها نص كوباية زيت وكوباية كاملة دقيق بسبوسة، وهي خدت معايا كوبايتين الا ربع دقيق عادي، دقيق زيرو، وباكو باودر وذرة ملح وغطا خل، واقلب في اتجاه واحد لحد ما القوام يبقى زي اللي انتوا شايفينه ده. اتقل من الكيكة حاجة بسيطة، اتقل من الكيكة العادية بحاجة بسيطة. تمام، صينية مدهونة زيت ومتبدرة بشوية دقيق، وانزل بالمكونات بتاعتنا واديها هزة كده عشان افضي اي هوا فيها، واكون طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية في اول 5 دقايق، وبعد كده اوطي الفرن عشان تستوي حلو. ودي بعد ما خرجت معانا هضيف لها الشربات بتاعنا اللي انتوا شفتوه اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. عايزة اقول لكم ريحتها كانت تجنن. الزبادي بيخلي اي كيكة طرية كده وهشة وخفيفة تحفة. اضيف الشربات زي ما انتوا شايفين كده، وازينها التزيين اللي انا عايزاه. في ناس بتحط في العجينة نص كوباية جوز هند، بس انا عندي ما بيحبوهاش فاستكفيت بشوية بس على الوش. زي ما انتوا شايفين كده تحسي الكيكة عطشانة بتشرب، كل ما تضيفي الشربات كل ما بتشرب الشربات بتاعها. مكونات سهلة جدا، كوباية سكر، كوباية لبن زبادي، نص كوباية زيت، وكوباية دقيق بسبوسة، وكوبايتين الا ربع دقيق عادي، وباكو باودر وباكو فانيليا، وشوية غطا خل او معلقة خل صغيرة وذرة ملح. بس دي المكونات بتاعتنا. وزينتها انا عندي بجوز الهند زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا وكان طعمها يجنن وعجبت الاولاد، وبصراحة ربنا ما قعدتش. يا رب تكون نالت اعجابكم وتكون الطريقة بسيطة وسهلة. الف هنا وشفا، والسلام عليكم.